هلو meine Schüler. النهاردة هنتكلم على الأورتزايت أو التوقيت أو الوقت بالساعة. في نوعين للساعة: الساعة الرسمية والساعة العادية. السؤال على الساعة يا إما wie spät ist es أو wie viel Uhr ist es. أولاً الساعة الرسمية، لما نيجي نقول الوقت عن طريق الساعة الرسمية أولاً بنذكر الساعات ثم الدقائق. ففي المثال اللي عندنا زي ما احنا شايفين الساعة 23 والدقائق 10 دقائق. هنقولها ازاي؟ هنقول es ist 23 Uhr 10. ثانيا الساعة العادية، لما نيجي نقول الوقت بالساعة العادية بنذكر الدقائق ثم الساعات. المثال اللي قدامنا عندنا دلوقتي الساعة 10 بالظبط أو تمام العاشرة، يبقى هنقولها ازاي؟ هنقول es ist 10 Uhr. زي ما احنا شايفين المثال اللي قدامنا الساعة 12:05. طب أعبر عنها ازاي auf Deutsch؟ يبقى أعبر عنها أولا زي ما احنا شايفين ناحية اليمين مكتوب كلمة ناخ اللي هي وي، والناحية فور الناحية اليسار بقول فور اللي هي إلا. طيب هقولها ازاي؟ احنا اتفقنا بنقول الدقايق الأول، يبقى es ist 5 اللي هم 5 دقايق. طبعا وي يبقى nach 12 Uhr. أما المثال اللي قدامنا فالساعة دلوقتي 6:15. طيب أعبر عنه إزاي؟ ممكن في طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا أقول الربع ديت أقولها كدقايق، هيبقوا في الحالة دي 15 دقيقة، يبقى أقول es ist 15 nach 6. دي طريقة. أو إن أنا أستخدم تعبير من التعبيرات بتاعة الساعة العادية اللي هو فيرتل ناخ اللي هو وربع، وفي فيرتل فور اللي هو إلا ربع. يبقى أقولها إزاي؟ هقول es ist viertel nach 6. وفي المثال اللي قدامنا زي ما احنا شايفين الساعة 2:15. طب عبر عنها ازاي؟ هقولها كدقايق، يبقى اقول es ist 20 nach 2 Uhr. وفي المثال اللي قدامنا الساعة دلوقتي 2:30. طيب أعبر عنها إزاي؟ أعبر عنها بالتعبير اللي اسمه هلب. هلب ده معناه إلا نص ساعة. عشان الساعة دلوقتي توصل ل3 يبقى 3 إلا نص ساعة. أعبر عنها إزاي؟ أقول es ist halb 3. في المثال اللي قدامنا الساعة دلوقتي 2:30 و5. طيب أنا عايزة أعبر عنها auf Deutsch. أعبر عنها إزاي؟ زي ما بقولها بالعربي بالظبط. طب هنمسكها واحدة واحدة. هقول الأول es ist 5 اللي هي 5. طبعا ناخ ولا فور؟ قلنا وي يبقى ناخ. وهنا عندي 2:30 يبقى أقول كلمة هلب وأزود على الساعات ساعة يبقى دراي. وفي النهاية أتمنى إن احنا نبقى دلوقتي نعرف نقول الساعة auf Deutsch. Danke, tschüss.